من القرارات اللي مؤثرة في المباراة. هنا صفارة شريف ركلة حرة غير مباشرة وإنذار أحمد رؤوف للتحايل من لعبة صعبة. تعال نراجع على اللعبة مع بعض من أكتر من إعادة. نشوف الأول هنا، يلا كمل يلا. هنا ما بانتش. نشوف لقطة تانية. نشوف هنا برضو، هنا ما بانتش خالص. تعال اوريك لقطه ثالثه. شوف قد ايه صعوبه بقى يا كابتن مهمه الحكم. طبعا. شوف بقى شوف بقى اللقطه الثالثه اللي هي شافها بقى شريف. هنا بص بقى يا كابتن. العب امشي ده. ايوه بص بقى هنا. يلا كمل زق الكوره. بص ها، ده نط في حمام السباحه. هو عمل دايفنج، هي بتسميها كده. اسمها دايف. دي اللقطه اللي شافها شريف. قلت لك الخبره احيانا بتنفع الحكم في انه ياخد المكان اللي يشوف منه كده. بالظبط. قلت لك ده قرار مؤثر، انا بعتبره ده افضل قرار في المباراه خده شريف رشوان بالاتحاد. من القرارات اللي مؤثره في المباراه. هنا صفاره شريف ركله حره غير مباشره وانذار احمد رؤوف للتحايل من لعبه صعبه. تعال نراجع على اللعبه مع بعض من اكتر من اعاده. نشوف الاول هنا، يلا كمل يلا. هنا ما بانتش. نشوف لقطه تانية. نشوف هنا. العب امشي ده. ايوه بص بقى هنا. يلا كمل زق الكوره. بص ها، برضو هنا ما بانتش خالص. تعال اوريك لقطه ثالثه. شوف قد ايه صعوبه بقى يا كابتن مهمه الحكم. طبعا. شوف بقى اللقطه الثالثه اللي هي شافها بقى شريف. هنا بص بقى يا كابتن. ده نط في حمام السباحه. هو عمل دايفنج، هي بتسميها كده. اسمها دايف. دي اللقطه اللي شافها شريف. قلت لك الخبره احيانا بتنفع الحكم في انه ياخد المكان اللي يشوف منه